انا عايز اعرف منك يا سامر ازاي نعبر البوليس الكيني، يعني عشان نعبر المجموعات قدامنا منافس اسمه البوليس الكيني. هل البوليس الكيني بيشكل خطر على نادي الهلال، ولا هل البوليس الكيني اقوى من الجاموس، ولا اقل فنيا من الجاموس، ولا ايه بالظبط؟ ده اقول لك حاجه يا عراف. البوليس الكين طبعا مع احترامنا له، المباراه دي انا بعتبرها اسهل من مباراه جاموس بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه طبعا. انت براك عارف المباريات بين الهلال والاهلي المصري بيكون في حساسيه طبعا، لانه احنا والهلال والاهلي ونهائي 87 حصل زي ما بيقولوا تشويق، وبقى في يعني الهلال والاهلي مباراه كل الناس بتنتظرها وبقت مباراه مهمه. نفس الحكايه مبارياتنا مع فرق جنوب السودان الحبيب. احنا طبعا كنا دوله واحده وكنا شعب واحد ولا زلنا دوله وشعب واحد، فبكون في تحدي بين الهلال وبين فرق نادي جنوب السودان. حتى المريخ، حتى لما شفت مباراتنا امام جنوب السودان في تصفيات كاس العالم تعادلوا في اخر الدقائق. يعني هي المباراه اللي صعبت الامور على منتخب السودان في التصفيات. ايوه دي يعني في بقت في مباراه في يعني بين السودان وجنوب السودان. تقدر تقول المباريات دي فيها حماس، فيها تشويق، وفيها يعني قدر عالي من الحماس. فدي الصعب مباراه جاموس بالمناسبه. انا بعتبر مباراه البوليس الكيني حتكون اسهل من مباراه جاموس. اه. البوليس الكيني دخل عن طريق يتخطى مقديشو الصومالي، هزم مقديشو الصومالي في ارضه 3-1 وخسر في ارضه 2-0. فالخساره لقاها في ملعبه ما عشان الفريق ضعيف، لكن ممكن تقول انه كان يعني ركن على نتيجه الذهاب 3-1. لكن برضه لازم تاخذ حذرك في النهايه دي كره قدم، تحترم الخصم وما تدي اكبر من حجمه يا عراف. احنا بنقول دائما احنا الهلال ده صح. المفروض يخش الميدان يفرض شخصيته قدام اي نادي، نادي افريقي نادي عربي، يفرض شخصيته، لانه انت الهلال انت عندك جمهور عظيم، جمهور كبير، فتفرض شخصيتك جوا الملعب. وان شاء الله قادرين انه نتخطى البوليس الكيني، ولا بالنسبه لي حتكون مباراه اسهل من مباراه جاموس باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. انت ايه رايك يا كيتا؟ والله انا البوليس الكيني ده ما حصل شاهدته، لكن الكوره في عموما في كينيا ما شاء الله كويسه ومتطوره، لكن ما بتكون غايته عكس كلام سامر. ما اظن يكون اسهل من الجاموس جوا، لانه انت كل ما تقدمت في البطوله بتلاقي الافضل والضعيف يكون يعني خرج. لكن ان شاء الله حنعبر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. هي مباراه لازم نادي الهلال ينزل يدي المنافس حقه، تحترمه ولكن مش تهابه اكيد طبعا، ولكن لازم تنزل تحترم، لان الكره دلوقتي في العالم اي حد ممكن يكسب اي حد. اللي المفصل ايه في الموضوع والفيصلي ايه؟ ان ارض الملعب المستطيل الاخضر 90 دقيقه تنزل تلعب تجتهد، والتوفيق ده بتاع ربنا. ولازم تكون اللعيبه عارفه اهميه هذه المباراه، لان انت انقاذ الموسم بيتمثل ان انت لازم تصعد للمجموعات. يعني لا قدر الله انت مثلا لو خرجت من التمهيدي، انت متخيل الموسم بتاعك هيكون شكله عامل ازاي، وانت الدوري في المجهول، مفيش منافسات انت بتلعب عليها. فلازم يكون اللعيبه عارفه كده. انت بتتكلم عن كم من المحترفين معاك، مثلا لو خرجت من افريقيا مثلا، حتى لو لعبت في البطوله المحليه هيواجهك صعوبات ان انت تشارك معاك المحترفين. عشان كده لازم اللعيبه تكون حاطه كل الامور دي في دماغها. ده غير بقى الباك جراوند في الخلفيه، عندك جمهور بالملايين، جمهور منتظر. جمهور الموسم الماضي اساسا خرج من دور ربع النهائي امام الاهلي المصري الفريق الكبير، وكان زعلان وكان عايز اكتر من كده، وكان شايف ان هو يستحق اكتر من كده. وتفاصيل صغيره مثلا مش عايز اخوض فيها، مثلا زي اللي احنا دخلنا المباراه من غير مهاجم، ولكن بنتمنى ان احنا نعدل الامور دي، لان طموحنا اكبر كمان من ان احنا نوصل لربع النهائي في البطوله دي.